السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم بفيديو جديد ومعاكم أحمد عبد المحسن. النهاردة جايين نتكلم في حاجة مهمة جدا جدا في العربية، وهو عداد الحرارة. بيعمل إيه عداد الحرارة، وإيه وظيفته، وإيه اللي هيحصل في العربية لو أنا ما خدتش بالي منه؟ هو دوت اللي هنتكلم فيه النهاردة. مبدئيا كده عداد الحرارة ده بيبقى موجود عندي في التابلو بتاع العربية عشان يحسب لي درجة الحرارة بتاعة الموتور بتاع العربية، مش درجة حرارة العربية من جوه، أو بمعنى أصح مش درجة حرارة الجو. هو بيحسب لي درجة حرارة الموتور او درجه حراره الميه اللي موجوده جوه الموتور. عشان كده عداد الحراره ده مهم جدا بالنسبه للعربيه. انا دلوقتي بيبقى عندي 3 مؤشرات لعداد الحراره. اول حاجه ان هو يبقى على السي خالص، او ان العربيه تبقى بارده جدا. تاني حاجه عندي في العداد ده وهو ان يبقى واصل لدرجه النص بتاعته، وده معنى كده ان درجه الحراره بتاعت العربيه طبيعيه وهي ماشيه في الشارع. تالت حاجة عندي وهو إن العداد ده يعلى عن درجة الحرارة الطبيعية. طيب إمتى العربية تبقى باردة خالص، وإمتى درجة الحرارة تبقى طبيعية، وإمتى العربية ممكن تسخن أو تعلى عن درجة الحرارة الطبيعية؟ تعالوا مع بعض نشوف. مبدئيا كده العربية لما بتيجي تشغلها الصبح دايما بتبقى على السي، أو دايما درجة الحرارة بتاعتها بتبقى باردة خالص. فعشان كده لما أنت تيجي تشغل العربية الصبح، في ناس كانت زمان يقول لك سخن العربية شوية. يعني إيه سخن العربية شوية؟ يعني سيب العربية دايره شويه لغايه ما توصل لدرجه الحراره الطبيعيه بتاعتها، وده كنا بنعمله زمان اكتر. لكن في العربيات الجديده ما بنحتاجش ان احنا نشغل العربيه ونسيبها تسخن. انت بتشغلها ودقيقه بالظبط او حاجه وتبدا ان انت تتحرك بالعربيه بتاعتك. طيب انا جيت اتحركت ومشيت بالعربيه بتاعتي، بتمشي حوالي 5 دقايق وبتلاقي ان عداد الحراره بيبتدي ان هو يترفع لوحده لغايه ما يوصل لدرجه الحراره الطبيعيه. ومكان درجه الحراره الطبيعيه بيختلف من كل عربيه لعربيه. يعني في عربيات درجه الحراره الطبيعيه بتاعتها بتبقى اقل من نص بحاجه بسيطه، في عربيات تانية بتبقى على النص. فعلى حسب نوع العداد بتاعك بتشوف درجه الحراره الطبيعيه مكانها فين وبتعلمها، والمفروض ان هي ما تزيدش عني عن كده. طيب امتى بقى العربيه ممكن تسخن عندي وتعلى عن درجه الحراره الطبيعيه وتبتدي العربيه تسخن او الموتور بتاع العربيه يسخن جامد؟ وايه اللي هيحصل لو العربيه سخنت معايا؟ تعالوا نعرف. مبدئيا كده في اكتر من حاجه ممكن تسخن العربيه معاك، وهو اولهم ان منسوب الميه في الريداتير او في القربه بتاعه الميه يكون ناقص. طبعا لو نسبه الميه ناقصه عندي في العربيه فده بيؤدي ان العربيه بتسخن، لان الميه ان هي بتخش تمتص درجه الحراره من الموتور كله وترجع تاني للريداتير، بحيث ان المروحه بتاعه الريداتير تبرد الميه وترجع الميه تخش للموتور تاني، وهكذا تسحب درجه الحراره وترجع تاني للريداتير، وتفضل الدوره دي شغاله المفروض الى ما لا نهايه. طول ما انا ماشي بالعربيه الميه عماله تسحب درجه الحراره من الموتور وترجع الرادياتير تتبرد. طيب انا لو الميه عندي هنا قليله ومنسوب الميه قليل، فالميه مش هتبقى كافيه ان هي تسحب درجه الحراره بتاع الموتور كله، فعشان كده العربيه هتسخن. تاني حاجه عندي وهي مروحه التبريد اللي بتبقى موجوده في العربيه من قدام تكون باظت لاي سبب ومش شغاله، وده هيؤدي ان العربيه برضه هتسخن، لان الميه لما ترجع للرادياتير مش هتلاقي حاجه تبردها، فهترجع الميه تاني للموتور سخنه. يبقى الميه سحبت درجه الحراره من الموتور وهي سخنه، رجعت للرادياتير ما اتبردتش فضلت سخنه، رجعت للموتور مش هتسحب درجه حراره تاني او مش هتبرد تاني اكتر من كده، هي الميه ذات نفسها بقت سخنه، فعشان كده العربيه برضه هتسخن. تالت حاجه عندي وهي ترمبه الميه ان هي ما تشتغلش او يحصل فيها اي عطل. طيب ترمبه الميه بتعمل ايه؟ هي اللي وظيفتها بتقلب الميه، زي ما كنا بنقول دلوقتي ان الميه بتتنقل ما بين الرادياتير للموتور وترجع تاني وهكذا، فالميه عندي بتتقلب او بتدور دايما في حركه مستمره. انا عندي لو ترمبه الميه هنا باظت لاي سبب إن كان، فعندي اصلا الميه مش هتقلب، الميه السخنه هتفضل موجوده جوه الموتور والميه البارده هتفضل موجوده في الريداتير، فبرضه العربيه عندي مش هتبرد، العربيه هتفضل تسخن اكتر واكتر. الحاجات ديت اعرف اسبابها ازاي؟ هقول لك ببساطه ان الشائع عندنا او اللي بيحصل باستمرار ان منسوب الميه بينقص عشان الميه بتتبخر، فباستمرار الميه بتاعت العربيه بتنقص. فعشان كده دي اول حاجه بتيجي في دماغنا لما العربيه بتسخن. المهم ان اول ما مؤشر الحراره يترفع معاك لازم توقف العربيه وتبردها وتنزل تشوف ايه من الثلاثه اللي كنا بنقول عليهم دلوقتي هو اللي حصل فيه مشكله. طيب انا دلوقتي العربيه سخنت معايا، وقفت، نزلت بصيت في قربه الميه، ببص لقيت ان فعلا منسوب الميه ناقص، ينفع ازوده وهي سخنه؟ هقول لك لا، ما ينفعش ازوده وهي سخنه. ليه؟ لان الميه اللي موجوده جوه الموتور دي ميه سخنه، الميه اللي انت هتحطها ميه بارده، فهيبقى في فرق في الضغط بين الميتين. عشان كده اقول لك شغل العربيه الاول وبعد كده حط ميه. طيب ده لو منسوب الميه هو اللي ناقص. نيجي بقى لتاني حاجه، لو ببص لقيت مروحه التبريد مش شغاله، العربيه سخنه ومؤشر الحراره عالي ومروحه التبريد عندي مش شغاله، فهنا العربيه لازم اوديها الكهربائي بسرعه، بس اسيبها تبرد الاول وبعد كده اتحرك بيها لاقرب كهربائي عشان يشوف ايه المشكله. لو عندي الميه كامله وعندي مروحه التبريد شغاله، فبنيجي لاخر حاجه وهي ترمبه الميه،
وديت لازم برضه اوديها الميكانيكي عشان يقدر يكشف عليها ويشوفها ان هي فيها مشكله ولا لا. بس اهم حاجه ان مجرد ما عداد الحراره اترفع معايا لازم اوقف العربيه وما امشيش بيها وهي سخنه خالص.